إنجاز علمي جديد في تجديد الكبد وعلاج أمراضه. توصل باحثون إلى نموذج يعد الأقرب حتى الآن لتمثيل الكبد الحقيقي داخل المختبر. فقد حقق فريق بحثي من جامعة كيو اليابانية اختراقاً علمياً بارزاً في تطوير عضيات الكبد، مما يمهد الطريق لعلاجات تجديدية واختبارات دوائية أكثر فعالية. إن الكبد يعد مركز العمليات الأيضية في الجسم، إذ يساهم في تحويل المغذيات إلى طاقة وتخزين الدهون وإزالة السموم. إلا أن أمراضاً مثل الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي تهدد هذه الوظائف لدى أكثر من ثلث سكان العالم. من هنا تعد عضيات الكبد، وهي نماذج مصغرة ثلاثية الأبعاد، أداة واعدة لتسريع البحث وتطوير العلاجات. وقد نجح الفريق في تكثير هذه العضيات التي تحاكي تركيب الكبد ووظائفه بمعدل 1,000,000 مرة في أقل من 4 أسابيع، مع الحفاظ على وظائفها الحيوية، في إنجاز وصفه الباحثون بأنه الأقرب لتمثيل الكبد الحقيقي داخل المختبر، وفقاً لدراسة نشرتها مجلة نيتشر وتناولها موقع ميديكال إكسبريس. وقد أوضح البروفيسور توشيرو ساتو الباحث الرئيسي أن زراعة عضيات كبدية كانت تشكل تحدياً كبيراً بسبب تعقيد وظائف الكبد ومتطلباته الطاقية العالية. فعادة ما تفقد الخلايا الكبدية قدرتها على العمل بعد أسبوع أو 2، وتتحول إلى خلايا تشبه خلايا القناة الصفراوية. ولكن فريق ساتو بقيادة ريو إيغاراشي ومايومي أودا نجحوا في استخدام خلايا كبدية بشرية بلغة ومجمدة مأخوذة من مرضى، وزراعتها في المختبر بعد معالجتها ببروتين الإشارة أونكوستاتين M، وهو مركب تفرزه الخلايا المناعية، مما أدى إلى تكاثر غير مسبوق دون فقدان وظائفها. وبعد تحفيز الخلايا بهرمونات تنظم وظائف الكبد، بدأت العضيات بإنتاج مركبات رئيسية مثل الغلوكوز واليوريا وأحماض الصفرة والكوليسترول والبروتينات مثل الألبومين الذي بلغ مستويات تماثل ما ينتجه الكبد الطبيعي. كما شكلت العضيات شبكات دقيقة لنقل أحماض الصفراء، مما يشير إلى تطور بنيوي متكامل. وقد قام الباحثون بزراعة هذه العضيات في فئران تعاني من فشل كبدي ونقص مناعي، فأثبتت نجاحها في استبدال الخلايا المتلفة وإعادة الوظائف الحيوية. ويعد هذا تطوراً واعداً في مجال الطب التجديدي، خصوصاً مع الزيادة المتطردة في طلب زراعة الكبد وندرة المتبرعين. كما يتوقع أن تساهم هذه العضيات في إحداث ثورة في تجارب الأدويات، لكونها أكثر استقراراً وكفاءة من الخلايا التقليدية. وقد نجح الفريق أيضاً في تعديل الجينات داخل العضيات لمحاكاة اضطرابات وراثية مثل نقص إنزيم أورنيثين ترانسكرباميلاز، مما يعزز من قيمة العضيات في دراسة أمراض الكبد الوراثية. ويختم البروفيسور ساتو بقوله: إن التحدي المقبل هو توسيع قدرة العضيات على التكاثر لتصل إلى مليارات الخلايا، ودمج أنواع مختلفة من الخلايا الكبدية في العضية الواحدة لتقريبها أكثر من الكبد الحقيقي.